بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا محمد نجم، وأنت بتتابع كورس الأساسيات من برنامج احتراف التجارة والتسويق الرقمي. في الكام سنة اللي فاتت دي يا أخوانا، سوق التجارة الرقمية كبر بطريقة غير عادية، وصل ل 600%، وعليه الطلب على مهارات التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية بقى أكبر من أي وقت فات. أصحاب الشركات بيكافحوا وبيتمنوا، ركزوا في محتوى الكلام، انهم يلاقوا مرشحين بيتمتعوا بالخبرة المناسبة علشان يشتغلوا معاهم. علشان كده ربنا كرمني وقررت ان انا اعمل البرنامج دوت، هدفه حاجة واحدة بس، انه يزودك بالمعرفة والمهارات اللازمة علشان تبدأ تدخل المجال. اتفقنا؟ طيب، قبل ما نتوكل على الله وندخل في صلب الموضوع، عايزك تشوف الشكلين اللي قدامك دول، كون تصور عنهم. خد بالك، الشخصين عندهم نفس الإمكانيات، نفس الأدوات، نفس المصادر. ماشي؟ قبل ما اسمع رأيك في أبطال قصتنا النهاردة، عايزك تستمع للحوار اللي هيتم قدامك. ده حوار حقيقي مش تخيلي. الحوار دوت ما بين اتنين من العملاء كانوا عايزين يعملوا شغل اونلاين، عملوا انترفيو مع اتنين مسوقين، كل واحد فيهم ليه رد فعل مختلف 180 درجة عن التاني. تمام؟ تعالوا كده نشوف الحوار. بس عايزك قبل ما اتوكل على الله واشغل لك الحوار، تركز وتكون تصور عنه. ماشي؟ اشوفك بعد الحوار ان شاء الله. انا هشغل لك الحوار بدون اي تعليق صوتي مني عشان اسيبك يعني تستوعب الموضوع. ماشي؟ كده الحوار خلص. ماشي؟ طيب، شفنا الحوار بالكامل وشفنا رد فعل العميل. تعالوا بقى نشوف الحوار التاني. برضو عايز حضرتك تركز في الحوار دوت. ماشي؟ وهنتقابل بعد الايه، الحوار. برضو هشغله بدون تعليق صوتي. الهدف بس انك تركز في اللي مكتوب قدامك. كده الحوار خلص. تعالوا نوقفه عشان ما نشتتش ذهنك. شفنا الحوار بالكامل وشفنا رد فعل العميلين. ماشي؟ تعالوا بقى نحلل الحوارين دول ونفهم رد فعل العميل مختلف في كل حوار عن التاني ليه. ماشي؟ انا هشغل لك الحوار برضو عشان تبقى متذكر ايه اللي كان بيتم فيه. الحوار اللي هنا ده شخص عشوائي، بيشتري باك لينك من هنا وباك لينك من هنا، من غير ما يعرف جودة الباك لينك اللي بياخده دوت، وهل الباك لينك ده ليه علاقة بالمحتوى بتاعه ولا لا. بيعمل بوستات عشوائية بدون ما يحدد العميل المثالي المستهدف اللي هو اسمه البرسونا. تمام؟ والنتيجة زي ما انتوا شفتوا، ناس مش مهتمة، عملاء تحت السن، تمام، عملاء المنتجات لا تصلح ليهم، مفيش مبيعات. وفي الاخر العميل قال كلكم نصابين، المسوقين الرقميين. ينفع الكلام ده؟ والله حرام ان سمعتنا تضيع علشان الناس مش فاهمة في المجال. طيب، تعالوا بقى كده نشوف الحوار التاني ده، برضه هشغله لك عشان نتذكر. المسوق الفاهم رد فعله بيختلف عن الراجل العشوائي. هنا قبل ما يبدأ قال له ايه؟ قال له عايز اعرف المنتج بتاعك، عايز ادرسه. هل العميل المنتج بتاعك ده بيقدم قيمة للعميل ولا لا؟ طب ايه الفئات اللي تتناسب مع المنتج بتاعك اللي هنشتغل عليها؟ ايه الميزانية اللي انت حاططها؟ تمام؟ هل عايز تحقق نتائج سريعة جدا ولا عايز تشتغل اورجانيك؟
طب الحيز العمراني، هل هتشتغل في المحلي بس ولا هتشتغل تصدير واستيراد ايه، وحاجات تانية كتير. بس واضح من كلامه هو عارف بيسأل على ايه، وعارف هو محتاج ايه، وعارف هو رايح فين، والنتيجة بتاعته معروفة. صح ولا لا؟ طيب، وده ان شاء الله تعالى اللي هتتعلمه هنا، انك تكون مسوق فاهم مش حافظ. هتتعلم شغل السوق، مش المصطلحات العلمية والنظريات. هتتعلم الشغل اللي انت هتطلع تشتغل بيه. هتكون ان شاء الله عارف رايح على فين، وعارف انت محتاج ايه بالظبط، علشان توصل وتوصل عميلك للمكان الصح، وكمان في الوقت المناسب. ماشي؟ يعني متهيألي كده كفاية عشان الدرس يكون خفيف. ان شاء الله نكمل الدرس اللي جاي، برنامج الاساسيات. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.